في عام 2022 حدثت تطورات سياسية وميدانية في كردستان سوريا أثرت بشكل عام على الكرد في كردستان سوريا، ولا يزال تأثيرها مستمر إلى اليوم. وإليكم أهم الأحداث والتطورات في عام 2022. حركة الشبيبة الثورية الفاشية أو جوان شورشغر التابعة لقسد اختطفت مئات الأطفال في عام 2022، وقد وثقت مؤسسة آرك اسم 67 طفلاً مختطفاً. هاجم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وبعد حدوث الاشتباكات قتل المئات من مسلحي قسد وياباجي، وهرب أكثر من 200 مسلح لداعش. تعيين نيكولاس غرينجر كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. عقد نيكولاس غرينجر عدة لقاءات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا. اعتقل بايدي العشرات من الوطنيين ونشطاء الكرد. اعتقل بايدي مراسلو مؤسسة آرك الإعلامية وراديو ريباز، وهم دارا عبدو، أحمد صوفي، صبري فخري، لمدة 112 يوماً. منع بايدي عقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا. بالرغم من منع ومضايقات بايدي، عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا مؤتمره الرابع في قامشلو. انهيار الوضع الاقتصادي في كردستان سوريا. انتشار ظاهرة الجوع والفقر والأكل والنبش في حاويات القمامة في كردستان سوريا. قطعت المياه لمدة 100 يوم عن مدينة الحسكة بكردستان سوريا. اجتياح الجفاف لموسم الزراعة دون أن تقوم إدارة بايدي بتعويض الفلاحين. هجرة الآلاف من شباب كردستان سوريا بسبب التجنيد الإجباري الذي فرضه قسد وعدم توفر فرص العمل. إشراف بايدي على مؤامرة تهجير الكرد من كردستان سوريا. فقد العديد من شباب كردستان سوريا حياتهم في طريق اللجوء والهجرة، والعدد الأكبر كان من شباب مدينة كوبان الذين غرقوا قرب السواحل الجزائرية. انتشار ظاهرة بيع الأملاك في كردستان سوريا لتأمين لقمة العيش ومصاريف الهجرة. انعدام الأمن وانتشار ظاهرة السرقة واقتحام البيوت، وعلى إثرها فقد أكثر من 10 مواطنين حياتهم على أيدي اللصوص. بدأت تركيا عمليتها العسكرية الجوية على مناطق سيطرة قسد في 20 من تشرين الثاني. استخدم قسد وبايدي وياباجي أهالي المناطق الحدودية في كردستان سوريا كدروع بشرية، وعلى إثره أفرغت المناطق الحدودية بكردستان سوريا من أهلها. بدء استهداف كوادر بكك من قبل المسيرات التركية، وقتل على إثرها العشرات من كوادر بكك. عقد ممثلو المجلس الوطني الكردي في اللجنة الدستورية والائتلاف وهيئة التفاوض السورية العديد من اللقاءات الدولية والإقليمية.